الفيديو ده انا بعمله ليا بعد 5 سنين قدام. انت بقى بتتفرج عليه دلوقتي، بتتفرج عليه بعد سنه، بتتفرج عليه بعد سنتين. انا ما اعرفش انت دلوقتي بتعمل ايه ولا انت ايه، وما اعرفش انا وصلت للحلم بتاعي ولا لسه. فخلونا قبل ما نبدا يا شباب، ناس كتير قوي عارفاني من محتوى الحمام اللي انا بقدمه. طبعا المحتوى ده انا مش هقدر اقول اللي هو ما علمنيش حاجات، لا علمني كتير. فيديوهاتي انتشرت في خلال شهرين، انتشار كبير. هتقول لي طب انت عايز ايه تاني؟ ما انت يعني قول لي الحمد لله وفيديوهاتك ومتابعينك وفيديوهات بتجيب فيوز كتير ومش عارف ايه. اقول لك اه الحمد لله وكل حاجه، بس انا مش عايز ابقى محصور في محتوى معين. انا حلم حياتي يا جدعان من زمان ابقى يوتيوبر زي الناس اللي انتوا بتشوفوها. اي حاجه مترقعه في دماغهم يعملوها، اي تجربه في دماغهم يعملوها، اي اكله ينزلوا مش عارف ايه، اي حاجه يصوروها. لان ببساطه الناس بتتابع الشخص، ما بتتابعش المحتوى. وده حلم من زمان. هتقول لي طب انت عملت محتوى الحمام وعايز تنقل يعني؟ اقول لك لا. انا قبل محتوى الحمام عملت ولا مثلا بتاع 30 محتوى، جربت محتويات كتير قوي 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 قوي. كنت بقعد اكتب سكريبتات واقعد امنتج واقعد اصور واقعد اعمل صور مصغره واقعد انزل، بس كل ده في الاخر بيبقى بلح. طب هتقول لي انت عامل الفيديو ده ليه؟ اقول لك الفيديو ده انا عامله ليا قبل ما يكون ليك يا صديقي. وانت وقاعد بتتفرج عليه، انا الفيديو ده هتفرج عليه بعد 5 سنين وهشوف هل قدرت احقق حلمي ولا لسه بحاول احقق. انا فشلت كتير جدا جدا جدا، لكن مهما افشل الحاجه اللي بسطاني ان انا دايما بحاول. ما بقولش لا خلاص، لا انت كده فشلت مره واثنين وثلاثه، خلاص بقى شوف حاجه غيرها واعمل اي حاجه تاني، مش لازم تبقى يوتيوبر. انا حلم حياتي ابقى يوتيوبر. فانا نفسي لما ابني عيله تبقى العيله دي حابه يوسف وعايزه تشوف يوسف ومستنيه فيديوهات يوسف ايا كانت نوع الفيديوهات ايه. وعلشان كده النهارده قررت اصور الفيديو دوت. ومش هقول لكم بقى ده انا خلاص هبقى مشهور ولا الكلام ده، لا 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 لا. بس انا كل اللي انا بقوله ان الانسان لو نفسه في حاجه وحلمه عايزه يتحقق لازم يسعى ولازم يحاول مرة واتنين وتلاتة مليون، حتى لو بيفشل وحتى ما فيش حد بيدعمه وحتى لو ما فيش أي شخص واقف في ظهره، بس حلمه لازم هو اللي يسعى وراه وما يستسلمش لحد ما يحققه. علشان كده النهاردة بداية جديدة مع محتوى جديد مع انطلاقة بدون استسلام لحد ما أحقق حلمي وأبقى يوتيوبر مشهور. مع اني يا صاحبي انا عارف ان في ناس كتير قوي هتتفرج على الفيديو ده وهتضحك وتقول هو بيعمل ايه، هو اصلا محدش بيشوفه ولا الكلام ده. احب اقول لك ان انا عارف ان الطريق صعب، الطريق مش سهل، وعارف ان ممكن محدش يدعمني، وعارف ان ممكن محدش يقف معايا طبعا غير بعد ربنا سبحانه وتعالى. آه بس انا مش هستسلم. انا مش هستسلم. انا عندي اني افشل كل شويه وافضل احاول احسن من اني افضل افشل مره واتنين وافضل قاعد اتفرج وبس ما اتحركش. لازم اتحرك. ويمكن دي مش اول محاوله، ويمكن دي مش هتبقى اخر محاوله، بس كل هدفي وكل حلمي ان دي بدايه جديده علشان ابقى يوتيوبر مشهور وناجح. وبس كده يا جدعان، طولت عليكم في الفيديو. واللي ما يعرفنيش انا يوسف، واتشرف فيك قوي 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 انك تتابعني وتكون من جوه العيله بتاعتنا وانك تدعمني من قلبك بجد. ومن هنا هتبدا رحلتي.